طبعا من حق الزمالك انه يحاول يمنع زيزو من انه يلعب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. محاولاتهم المستمره ده بالنسبه لي شيء مبرر جدا ومنطقي، ولو ما عملوش كده ما يبقوش جمهور كوره وما تبقاش اداره كوره. ولكن السؤال المهم هنا، هل الالم اللي خده نادي الزمالك وجمهوره بانتقال احمد السيد زيزو للنادي الاهلي هيترد بكل اللي بيحصل من نادي الزمالك ببيانات وشكاوي صريخ في الفضائيات وعلى السوشيال ميديا، ولا الألم هيبقى ألمين بعد رد اتحاد الكورة ورد الفيفا لو صعدوا للفيفا بأن الزمالك ملوش أي حق في اعتراضه على موعد انتهاء الموسم؟ ده سؤال الإجابة عليه هتوديك لحتة مهمة جدا، وهي إدارة نادي الزمالك قد إيه هي إدارة مش قادرة تفكر لقدام، ودايما بتطلع نفسها في صورة الراجل اللي مش فاهم حاجة وبيدير كيان كبير جدا. هو مش قادر على إدارة. قادر أفهم جدا محاولة الزملكاوية خلق زخم مضاد لزخم صفقة زيزو. صفقة زيزو تقدر تقول عنها بمنتهى الأريحية هي صفقة القرن. لاعب انت خدته من قلب نادي الزمالك، لاعب انت خدته وهو نجم نادي الزمالك واسطورته وكل الناس بتحاول تتحايل عليه علشان يبقى جوه نادي الزمالك، وهو بيفضل الخروج من نادي الزمالك والفين لغريمه التقليدي والتاريخي النادي الاهلي. مش عايز اخش كتير بقى في التفاصيل دي لان تفاصيلها كتير جدا ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني، ولكن في نقطة مهمة جدا 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 محتاجين نبص عليها. زيزو وقبل ما يلبس تيشيرت النادي الاهلي وينزل ملعب الاهلي عشان يمثله رسميا، مجرد الاعلان عن صفقته دخلت للنادي الاهلي ملايين كتير جدا، ذهب البعض الى انها غطت تكلفه الصفقه بالكامل. زيزو اللي قعد 5 سنين او اكتر في نادي الزمالك بيعمل كل حاجه حرفيا وشايل الفريق بالكامل وبيسجل اهداف وبيصنع اهداف، بل ان كتير من الزملكاويه والمحللين في مصر وصفوه بانه اللاعب الافضل داخل مصر. وخلال هذه الفتره اللي اتوصف فيها زيزو بانه اللاعب الافضل داخل مصر ما قدرش الزمالك يدخل من وراه جنيه. في الوقت نفسه النادي الاهلي دخل ملايين كتير جدا من ورا احمد سيد زيزو، غطت تكلفه صفقه وتواجد احمد سيد زيزو. هل ده معناه ان اداره نادي الزمالك هي اداره فاشله ومش قادره تدخل فلوس؟ النادي اللي بيمتلك اسماء كبيره جدا على مستوى التسويق الرياضي زي عمرو الجنايني وزي خالد احمد رفعت ووزير الرياضه ذات نفسه، وزير الرياضه ده راجل زملكاوي كبير، اشرف صبحي ده راجل عنده دكتوراه في الاستثمار الرياضي، كل ده ونادي الزمالك مش قادر يدخل فلوس. نادي الزمالك اللي تم اغراقه عمدا في ديون وغرامات وايقافات قيد، انا بلوم ادارته وجمهوره. اداره نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك كانوا يقدروا بسهوله جدا يستفيدوا من خروج احمد سيد زيزو لما اتعرض عليهم 7 و8 مليون دولار، يعني مبالغ ماليه بالمصري كتيره جدا، ممكن توصل ل 400 مليون جنيه مصري. لكن انت قررت ان انت تحتفظ بزيزو لاخر يوم في عقده. وعلى فكره زيزو ما كانش اول لاعب تعمل معاه كده ويخرج فري من غير ما تستفيد منه جنيه. حصل قبل كده مع بن شرقي وحصل مع ساسي وحصل مع طارق حامد، ومتوقع جدا انه يحصل مع لعيبه جديده في الايام اللي جايه. نادي الزمالك محتاج اداره بتشتغل بعقلها ومقرره انها توقف نادي الزمالك على رجله بغض النظر عن اصوات جمهوره. الجمهور عاطفي ومن حقه يحب ويكره ويهاجم ويدافع عن اي لعيب وعن اي صفقه ومع اي صفقه او اي مدرب او اي اداره، ولكن الاداره لو ما اشتغلتش بعقلها وسابت نفسها لعواطفها واشتغلت بعقلية الجمهور هتشوف اللي حصل في صفقة زيزو. هتشوف ان النادي اللي كان معروض عليه 400 مليون جنيه وكمان يقدر يحط شروط بعدم عودة اللاعب لمصر الا لنادي الزمالك ما عملش كده، خوفا من ان اللاعب يروح للنادي الاهلي اللي في الحالة دي لو خد زيزو من بره كان دفع فيه 3 و4 مليون دولار على الاقل. ولكن دلوقتي هو ما دفعش فيه تعريفة، كل ما دفع في الصفقة راح لأحمد السيد زيزو، يعني تكلفة الصفقة هي مرتبات الراجل ومستحقاته خلال ال4 سنين. انت كده درت النادي ولا كنت واقف في المدرجات؟ لو قدرت تجاوب على السؤال ده بموضوعية هتوقف نادي الزمالك على رجله. بالمناسبة لازم تعرف ان انا كراجل اهلاوي بحب جدا ثنائية الاهلي والزمالك، ومش بالع بصراحة ثنائية الاهلي وبيراميدز، مش بالع خالص ثنائية الاهلي واي حد غير الزمالك. انا مش هعرف العب قصاد فريق ما عندوش جمهور، مش هعرف العب قصاد فريق مش قادر يجاريني جماهيريا وما عندوش قاعدة جماهيرية وما عندوش قاعدة إعلامية.
انت النادي اللي انا بحب اتنافس معاك، لان مكسبي قدامك هو مكسب حقيقي، لانك منافسي التاريخي. من فضلكم حافظوا للاهلي على المنافس التاريخي. سلام عليكم.